يطمحون للفوز في هذه المواجهة، وإضافة النقاط أيضا على مستوى السلم الترتيبي العالمي. تعطى الانطلاقة الخاصة بهذه المواجهة، القمصان الصفراء للمنتخب الروماني والقمص آخر أمام المنتخبات اللي كتبقى منتخبات قوية. هذه أول جدا على مستوى حراسة المرمى، وخاصة القراءة ديال الكرات اللي كتجي من الجانب الخاص من الكرة المغربية. فرصة ما مر الرئيس دريس فني، تمريره اماميه، كره مغربيه لمحاوله هنالك تدخل ديال القاعه، الا وابدع، الا وقدم نتائج جيده. كره اماميه صويبه جيد. لاحظوا التهيئ بهذه الطريقه هذه. اسماعيل امزال هو اللي قام بالتصويب، لاعب صقر اكادير، لاعب اللي قام بتصويبه بواحد عن طريق اللاعب الرئيس دريس الرئيس فني. مرور جميل، محاوله مستمره في الشباك الخارجي. اللي لعب الكره هو جواد. لاحظوا المرور، لاحظوا يوسف جواد. ذكريات الزميل ديالنا عمر شباخ كيقول لك دائما هذا اللاعب هذا كنتوقع منه هدف في المقابله، واليوم ربما انه يوفي بالوعد ويجيب هدف في المقابله. محمد كمال بالهدوء ديالو كيحافظ على الكره ديالو. كره اماميه، فرصه لانزال صويبه. اوكي اللي لعب الكره الماضيه بواحد الشكل جيد. محمد كمال كيلعب في نادي ديال فتح السطات. حارس تمرير هدوء، صياغه العمليه الهجوميه الان. فرصه محمد كمال اليمنى. لاحظوا جهد كبير صراحه محمد كمال. تمريره الجهه اليمنى دي صعبه مباشره الى خارج الخط. الستار للجوله الاولى. ولاحظوا المنتخب الروماني جاته كره جيده من جانب اللاعب المحترف في التشيك بنادي، انطلاقه من جانب فيريرا. باولو يلعب الكره ديالو اماميه، محاوله ديال التصويب وهدف. يمكن نقولوا بانه عكس مجرى التيار ديال اللاعب. الهدف اللي جا ديال الكره بسهوله. ولاحظوا الطريقه مشات بهذا الشكل هذا مباشره للمرمى. هدف واحد مقابل لا شيء. بالتالي هدف كيجي بهذا الاسلوب هذا وبهذه الطريقه هذه، وهذه من زاويه اخرى ايضا. طيبه مباشره للمرمى. كرة تنفذ مغربية. فرصة هدف للمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا هنا الطريقة الصويبة بهذا الشكل هذا. استقبال ممتاز، لأن القراءة ديال الحارس ما كانتش جيدة. كرة مرات على الحارس. استقبال ممتاز، كرة ممتازة. فرصة لاستثمار هذه الكرة. كرة ممتازة. فرصة ويضيع هدف امام الكنيه رغم الوضعيه اللي كان فيها. لاحظوا مع الاستداره مع التصويبه كانت مباراه مستمره. الان المعطى الدفاعي، تصويبه مباشره ضائعه، تصبح مغربيه مره اخرى. عمليه هجوميه الجهه اليمنى، كره ديال الهدف للمرمى. نشاهد هنا تمريره بالمقاس من يوسف جواد، ولكن ما وصلش الوقت المناسب. دريس رئيس فني العالمي، فكل المنتخبات تريد ان تقدم نفسها بصوره جيده امام كره القدم الوطنيه، كره القدم داخل القاعه الثامنه عالميا والتي تسير لتالق اكثر فاكثر واشعاع اكثر فاكثر. فتنافسيه كبيره مع المنتخبات العالميه، ولكن ومع ذلك فهنالك الامكانيه من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي داخل القاعه للتسجيل. كره مغربيه من الجهه اليمنى، محاوله مقطوعه، رجعت من جديد المغربيه. هجمه مرتده مضاده، جول. هدف رائع الذي يسجل ثاني الهدف. طريقه جيده، جهود فردي، صياغه لعمليه هجوميه، اختيار الزاويه اليمنى للحارس ووضع الكره في المرمى. ستاتي والصافره تاتي في هذه اللحظات. هدفان مقابل هدف واحد، نهايه للشوط الاول.
إذا تنطلق في هذه اللحظات الجولة الثانية وأخرى على مستوى خط الوسط عند اللاعب سعد كنية. فرصة من جديد مسرار تمريرات صويبة إلى خارج الخط الخلفي. لاعب خطأ لصالح المنتخب الوطني المغربي. كرة هدف جميل، هدف بطريقة جميلة رائعة مرمى، طريقة ذكية بشكل ممتاز. لاحظوا الأسلوب، محاولة لعبات بهذا الشكل هذا ومباشرة في المرمى. ضاعت له، رجعت المغربية أمزال، كرة عند يوسف جواد محاولة هدف، هدف رابع. والطريقة اللي جاءني بصمة على أداء جيد يوسف جواد. لاحظوا الطريقة راوغ بها الحارس، خدا الوقت ديالو، خدا المساحة. شوف هنا ولات عنده مساحة كبيرة استغلها بنجاح، يتمكن من وضع الكرة في المرمى. هدف جيد جدا. هنا المخرج يعطينا الاصل ديال الكره، الانطلاقه ديالها وكيفاش انه جات الكره الماضيه. والهدف تبعوا المقابله بواحد الارتياح، مصطلح احسن، لانه المنتخب الوطني المغربي فرض الايقاع ديالو، فرض التعامل ديالو مع المباراه بشكل جيد. ضاعت من اغرب الكرات اللي كتضيع المنتخب الروماني من قطع الكره. لاحظوا يعني في محاوله هجوميه اللي تلعبات بواحد الشكل جيد وارتقمات بالقائم، غير محظوظ اطلاق اللاعب رقم 7 اللي هو اروجو دانيال. طيبه تدخل ديال الحارس، رائع التدخل ديال الحارس عبد الكريم النبيه. كره اماميه، رئيس فني لعبها بواحد الشكل ممتاز، كره مستمره والحارس كتضيع كره للمنتخب الروماني. رجعت المغربيه، بوريت كينطلق بالكره ديالو في اتجاه يوسف جواد كيحاول يراوغ، فرصه ضائعه. بونزو كنيه، مسرار كمال، بعث له الكره الجهه اليمنى، فرصه وهدف للمنتخب الروماني. الحكم كيقول ان الكره الوقت اللي شوفوا هنا الطريقه ديال التمرير، تطمات بالعارضه الافقيه، نزلت على الخط وبعد ذلك الظهر ديال اللاعب بومزو دخلت للمرمى. اذا 4 ديال الاهداف مقابل هدفين. كره عند كنيه، كره ملعوبه مغربيه، محاوله لاضافه هدف اخر، تمريره، فرصه هدف وكترتطم بالقائم. كره كان بامكانها اللي هو اللاعب فالاديريس سافيو. لاحظوا بالذكاء، كره مشات المرمى مباشره، ولكن لحسن حظ المنتخب الروماني انها ارتطمت بالقائم فقط. لاحظوا كان بامكان نسجلوا ايضا عمليه هجوميه، محاوله، فرصه كان بامكان تكون في المرمى الرئيسي. ايضا هنالك تغيير على مستوى حراسه المرمى. هنا دقيق كيختبر كل المواقع ديال اللاعب، الهجوم في الدفاع في الوسط وايضا حراسه المرمى، لانه تم الاعتماد الان على نسيس يوسف او نسيس محمد. شوفوا هنا المحاوله الهجوميه، محمد نسيس من شباب محمديه، كره مره اخرى خط الامامي، فرصه مغربيه، محاوله هدف بطريقه جميله. الهدف الخامس للمنتخب الوطني المغربي. الرئيس وضع الكره في المرمى ليضيف هدف رابع او هدف خامس للمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا هنا بشكل ممتاز، طريقه جيده لهزيمتها وايضا لتاكيد الرياده من خلال التنافسيه يعني التي روماني. وكتضيع، كترجع مره اخرى من امزال، عمليه هجوميه، فرصه مراوغه الحارس البحث عن تسديده، ولكن هنالك تغطيه. رجعت مره اخرى لصالح المنتخب الوطني المغربي، عمليه هجوميه، فرصه داخل منطقه الجزاء، يوسف جواد كان بامكانه يوضع الكره في المرمى. يوسف جواد رائع صراحه، الطريقه باش كيراوغ والاسلوب باش كيلعب به، محاوله في الفكر ديالو انه الصالحي على الصوره، لعب الكره بواحد الهدوء، بواحد الرزانه، رفع الكره ديالو بهذا الشكل هذا.
اذا كره تلعب بهذه الشكله، تعود مره اخرى مغربيه كنيه، عمليه مروكين لمستي بناء الكرات. اذا 5 ديال الاهداف مقابل هدفين. كره اماميه، محاوله بالراس، فرصه ومباشره الزاويه، زاويه المنتخب الوطني المغربي. بومزو كان بامكانه يستثمر واحد الكره كانت عاليه، مسرار بشكل كبير لكأس الأمم الإفريقية. كرة كان بالإمكان أنها تكون في المرمى. يعولون لتحقيق مسار جيد، مشاركة مهمة، وأيضا لتأكيد القوة كان بالإمكان يكون هدفا حسب مدرب المنتخب الوطني المغربي داخل القاعة هشام بكيك في الموزمبيق، اللي عنده ايضا امكانيه تسجيل. كنيه ايضا كره اماميه، محاوله مغربيه، امزال كنيه، رئيس فني كره عند يوسف جواد، ينطلق يوسف جواد يلعب في المساحه الفارغه، تمريره اماميه ولكن مباشره الى خارج الخط المغربيه في الاولى الاولى. عمليه المرور، الحكم يقول وصل اللعب، ما فيهش شيء، انطلاقه من امزال يلعب كره يوسف جواد، وهدف بنفس الاسلوب بنفس الطريقه، بمهاره لاعب ممتاز، باسلوب لاعب فنان، لاعب. مباراه ممتعه يتمكن من خلالها المنتخب الوطني المغربي من اعطاء نفس خاص، عشق خاص لمحبي كره القدم ومحبي المنتخب الوطني ومحبي كرة القدم. 6 أهداف مقابل هدفين. مباراة ممتعة يضرب فيها بقوة المنتخب الوطني المغربي. من ثواني هذه المواجهة عناصر المنتخب الوطني المغربي التي استأسدت والتي هيمنت على تفاصيل وجل تفاصيل هذه المباراة. هنا كرة أمامية، محاولة، فرصة، كرة وتسجيل الهدف السابع. يأتي الهدف السابع من اللاعب حارس مرمى اللي هو مسرار، وذلك من اجل الغلبه العدديه والكثافه العدديه في الخط الامامي، وبالتالي تحقيق الانتصار. 7 اهداف كامله مقابل هدفين 2 فقط المنتخب الروماني. هذه النتيجه التي تنتهي من خلالها مباراه اليوم ولقاء اليوم. كنت سعيدا بالتعليق على تفاصيل هذه المواجهه. مشاهدينا الكرام، محمد العدالي يحييكم، القاكم في المواعيد الرياضيه المقبله.